مرحبا، أهلا وسهلا فيكم من مطبخ محمد الحلبي. اليوم بدنا نعمل وصفة لذيذة سهلة وسريعة، مقرمشة وطرية كتير طيبة، مبروشة أو أحجار القلعة، ولا أطيب من هيك ولا أروع. مكوناتها كتير بسيطة، كتير سهلة، موجودة بكل بيت. مثل ما لكم شايفين هي المكونات، 3 4 مكونات وبتكون خلصت عنا أطيب لذاذة بالدنيا. أول شي بدنا نحط بالعجانة، هون عندي سمنة، وفينا نستعمل بدل السمنة زبدة تكون طبعا بحرارة الغرفة 3/4 الكوب حتى تكون عنا طرية، مع السكر، ونحطها بالعجان. نشغل المضرب كأنه بدنا نعمل أي كيك، ونخفقهم لحتى يمتزجوا مع بعض. شايفين كيف حصلنا على هذا اللون؟ بننزل البيض حبة حبة ومع استمرار بالخفق. يعني الخطوات كأني عم نعمل كيك عادي، ولكن هو بيعطينا كطعم التارت، كعمة بسكويت مقرمش وطري هيك. وهون عندي الطحين، 3 كوب من الطحين، ونحط معه الظرف البيكنج باودر أو المعلقة كبيرة من البيكنج باودر، ونشيل منه نص كوب من البيكنج باودر على جنب اللي نحطه للوش. هون عندي بعد ما اختلطوا المكونات مع بعضها، هن 3 مكونات بس، يعني اسهل من هيك ما في صراحة. بننزل الطحين بالتدريج. اكيد ضفنا مع نسيت اذكر لكم الفانيليا، بما انه حطينا بيض فاكيد في فانيليا، وبنحب نحط نتفة خل كمان بيصير، نتفة كتير صغيرة، وبنخفق لحتى تكون عندي العجينة. ويخلص عندي الكوبين ونص الطحين، النص شلناه على جنب. هي العجينة عندي، شايفين عجينة ما لم متماسكة كتير، بس فينا نفردها وما بتلزق بالإيد نهائيا. هلا هون أنا بدي أفردها بالصينية أو بقالب، لا بالصينية أحسن من قالب التارت صراحة. بصينية مدورة، واللي النص كاسة اللي طحينة اللي شلناها على جنب بدنا نحط فيها، نشيل شوي من العجين هيك مقدار كمشة أو بربع العجين تقريبا، ونعجنها بالطحين حتى هاي عنا تقسى وتصير هي التغطية للعجينة، عفوا للوصفة يعني للمبروشة. فهي السر اللي باسمها مبروشة، هي العجينة اللي بدنا نبرشها على الوش. هلأ بدنا نفرد الطبقة القاعدة الأساسية، شايفين كيف تنفرد معي بكل سهولة، كتير طرية وسهلة، ما بتلزق بالإيد ولا لا سميكة وبتعذبنا. هون عندي كوب من المربى، مربى فريز، مربى مشمش، اللي مربى اللي انتو بدكم اياه جاهز او من البيت. اذا كان جاهز وشوي سميك فبتمرقوه بنتفة مي سخنة، واذا كان شغل بيت اكيد ما بده. مثل ما يكون شايفين اللون المربى بجنن، هذا عملته على ايدي. وكمان ما بدنا نكتر اكتر من كوب مربى لانه بتفنش عنا وبتصير طرية وما بتعطينا القرمشة واللذاذة الطيبة. بعد ما فردنا عنا المربى، هلا هاي العجينة حطيناها بالبراد مدة 10 دقايق او بالفريزر حتى شوي تقسى، او ما كتير بتحتاج، يعني مو كتير خطوة اساسية. بعدين بنبرشها بالمبرشة، او فينا هيك نفرفطها في ايدنا، او ممكن انه نحن نعملها مثل فطيرة التارت اللي بتكون هيك كلها طبقة مربع، او تجي فيه رول عند الادوات المنزلية. بعد ما تفردي العجينة بتقطعيها تعطيكي هيك فتحات كتير معينات صغار، اللي بدكن اياه ممكن انتو تعملوه. هيك بعد ما برشتها انا على الوش ودخلها على الفرن محمى مسبقا درجة 140 180 لحتى تحمر عنا الأطراف وتاخد تأميرة حلوة لذيذة من الوش. وفينا على الوش بس نكمل حديثنا على الوش، نعملها مربعات، نعملها رولات، ونعمل أشكال مربعات تصير مثل حجار القلعة، أو نقطعها طابات صغيرة، لهيك سموها حجار القلعة. عند التقديم فينا نرشلها رشة من السكر البودرة هيك تعطي جمالية وتزيدها لذاذة، وتقدموها صحتين وألف عافية مع فنجان قهوة على العصريات أيام الشتاء أيام الصيف. كتير طيبة، رح تعجبكم، بنصحكم تجربوها عن جد، رح تعجبكم وتقدموها لأن هي بتبيض الوش ولا أطيب من هيك. جربوها وادعولي وابعتولي تطبيقاتكم. سلام.